ليه مصر ما تقدرش تخلي تمن العبور في قناة السويس بالجنيه المصري بدل الدولار؟ بالرغم انها لو خلت تمن العبور في قناة السويس بالجنيه المصري ده هيخلي فيه طلب على الجنيه المصري ويرفع بقى من قيمة الجنيه المصري والطلب عليه فتمنه يزيد قدام الدولار. الإجابة عشان الحكومة المصرية ومصر بيستوردوا تموين ل70 مليون مواطن. التموين ده الزيت والسكر والرز والقمح وساعات كمان بنزين وساعات غاز. بيستوردوا الحاجات دي كلها بالإضافة إلى المواد الطبية للمستشفيات والأدوية للمستشفيات الحكومية والأجهزة التعليمية للجامعات والمعامل والبحوث. كل ده الدولة بتستورده بالدولار. طب الدولة لو ما عندهاش مورد مباشر للدولار زي قناة السويس هتدبر الدولار بتاع احتياجاتها السنوية ده منين؟ هتروح مثلا تطلب من البنوك انها تدبره. طب البنوك دي اصلا بنوك تجارية هدفها الربح، فحتى لو البنك متوفر عنده